شلون انظر بالموقف؟ شلون رجعت؟ كل شيء. مقطع. لذلك إذا أنت أنا عراقي وجاوب على السؤال. إذا أنت عراقي وجاوب على السؤال. لا أتكلم طالما أنك تضغط علي بطريقة غير قانونية. كنا قد تكلمنا في فيديو سابق عن مصير قضاة صدام حسين، فمنهم من هلك فقيرا، ومنهم من يصارع المرض وهو مجنون في المشافي، ومنهم من أنفق ماله على حراسته الشخصية خوفا على حياته من أنصار صدام حسين. ولكننا لم نذكر لكم القاضي رائد جوحي، فالجوحي كان ينعم برغد العيش، فكان ذا مال وسلطة، ولكن ربك بالمرصاد، وها هو اليوم يقع سجينا ذليلا في سجون العراق. وإليكم القصة. من هو رائد جوحي؟ هو قاض عراقي يبلغ من العمر 52 عاما، عين مديرا للمخابرات العراقية، وكان قبل ذلك قد عين مديرا لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وكان رائد رئيسا لقضاة التحقيق في محكمة الجنايات العليا، ثم مفتشا عاما سابقا لوزارتي الدفاع والخارجية، وكان أول محقق يقابل الرئيس الراحل صدام حسين في أولى جلسات التحقيق في التهم الموجهة لصدام حسين. باشر فيها رائد جوحي التحقيق مع صدام في قضيتي الجيل والأنفال، وقد عين رائد قاضي تحقيق في عهد صدام حسين في مدينة النجف. سرقة القرن. صدم العراقيون العام الماضي من خبر اختلاس 2.5 مليار دولار من مصلحة الضرائب، وذلك عندما أطل عليهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محاطا بأكوام من الأموال المنهوبة، وكانت هذه الأموال هي جزء من المبلغ المسروق والذي استطاعت الحكومة استرجاعه. وقتها تم الإعلان عن تورط شبكة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في هذا الاختلاس، والذي تم تسميته بسرقة القرن. وحامت الشكوك حول القاضي رائد جوحي لكن دون أدلة، واليوم يتم القبض عليه في نفس القضية، وتوجه إليه تهمة ترأس شبكة الاختلاس، ويواجه أحكاما قد تصل للسجن المؤبد. وعلى ما يبدو أن لعنة صدام حسين ستبقى تلاحق كل من خانه وتآمر ضده.